السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي معايا في مطبخ ديدي. رجعت لكم تاني بعد غياب طويل شوية. إن شاء الله نبقى مع بعض دايما وما نغيبش عن بعض. النهاردة هنقدم مع بعض أكلة حلوة جدا جدا لذيذة قوي تفتح النفس. هنعمل السمك السنجاري في البيت بطريقة بسيطة جدا وسهلة جدا. قبل ما أبدأ الفيديو بتاعي حبايبي ونشوف مكوناته وطريقته، بفكركم باللايك والاشتراك في القناة لو لسه مشتركتوش، وفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. هنشوف مكونات الأكلة الحلوة دي. طبعا معايا السمك متنضف كويس جدا جدا ومغسول حلو قوي قوي، ولازم تنشفيه في الأول بورق مطبخ. معايا طماطم مقطعة، طماطمتين كده متوسطين، بصلة كبيرة مقطعة شرايح كده زي ما انت شايفة، فلفل رومي، ومعايا كمان فلفل حامي، جزرة كبيرة مبشورة، وكمية من الليمون حلوة كده، وخضرة عبارة عن بقدونس وشبت، ولو عندك كرفس كمان ضيفي. أنا ضايفة هنا بطاطس عشان هحط بطاطس تحت السمك. يلا بينا نبدأ الطريقة. هنجيب مطحنة الخلاط ونحط فيها توم 4 فصوص كده كبار، وفلفل رومي، وعندي هريسة الشطة دي أنا كنت مفرزاها في الفريزر، أحط منها، وأحط بقى البهارات بتاعتي عبارة عن كمون وملح وكزبرة، وهطحن ده كويس جدا جدا. دي تتبيلة هعملها للسمك. هنشف الأول السمك كده بورق مطبخ، وطبعا السمك تختاريه يكون كبير ويكون ظهره مليان كده، وفي السنجاري ما نشفش منك. انا نشفت السمك اهو كويس. هاخد التتبيله اهي بعد ما طحنتها، وهتبل السمك حلو قوي قوي عشان يبقى متحيق كده وطعمه حلو. دي اول حاجه بعملها، وهخلي شويه من التتبيله عشان اضيفهم على البطاطس. هتبل السمكية كده كلها، وتوصي طبعا السماك اللي بتشتري منه ان انت هتعمليه سنجاري عشان يختارهولك سمك كبير ومليان وحلو. وطبعا السنجاري احنا عارفين انه بيتفتح من الظهر مش من البطن عشان تبقى السمكية مفرودة قدامك. هجيب بقى طاسة ونزل فيها شوية زيت، واخد الخضار بتاعي. ادي البصل متقطع جوانح بالشكل ده، هشوحه بس، يعني انا مش عايزة احمر حاجة، مجرد تشويحة للخضار. وانزل بالجزر، والفلفل الرومي، وقلب مع بعضه كله، والخضرة، وهضيف كمان الطماطم معاهم، وقلب كله على بعضه ياخد تشويحة مع بعض. بعد كده هضيف عليها بهارات برضو، شوية فلفل اسود وشوية كزبرة وسنة ملح صغيرة. خلي بالك ان احنا حاطين ملح في التتبيلة اللي حطيناها في السمك. هجيب الصينية وادهنها بشوية زيت، احط شوية زيت فيها كده من تحت، وهنزل البطاطس، احط عليها شوية من التتبيلة اللي عملتها للسمك، مع برضو سنة ملح وسنة فلفل عشان تبقى البطاطس محيقة وطعمها حلو. البطاطس دي بقى بتاخد من طعم السمك
التتبيلة دي كمان بتديها طعم حلو، تحب تاكلها. وبعدين ما تخليش السمك يلزق منك في الصينية، لان انا مش حاطة ولا ورق زبدة ولا ورق فويل زي ما بيحطوا له. بتلاقي نفسك بتاكلي البطاطس يعني قبل السمك، حلوة جدا جدا. هجيب بقى السمك ارصه عليها، هو لسه متبل، ما حطيتش عليه الخضار. شوفي السمكية ما شاء الله حلوة ازاي. والله يا جماعة بيطلع احلى من اللي بتشتريه من بره جاهز. يعني انا عملته في البيت، ولادي قالوا لي ما يفرقش عن اللي بتجيبيه جاهز، بل انه احلى كمان. اعصر عليه ليمون، كمية ليمون كده حلوة. اجيب بقى الخضار اللي دبلته واغطيه بيه. كمية الخضار بتبقى كبيرة وحلوة. الخضار ده بيتاكل معاه مع السمك، بيبقى فيه طعم السمك وبيبقى محيق وحلو قوي، بتاكليه مع السمك. صينية شهية جدا جدا وتفتح النفس ومشبعة قوي قوي. خلاص كده انا حطيت الخضار كله على السمك. اقطع شرايح ليمون ووزعها برضو فوق السمك بالشكل ده. انا مولعه الفرن دلوقتي عشان يسخن. شوفي الصينية تفتح النفس ازاي. رشة زيت بقى كده في الاخر على الوش. حاجة حلوة قوي 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 وجميلة جدا وطعم وريحة. يعني انا شم ريحته من وهو ني كده. هدخلها رف اوسط على درجة حرارة عالية. بياخد في الرف الاوسط يعني تقريبا نص ساعة. بعد كده بفتح عليه الشواية واطفي النار اللي تحت حوالي 10 دقايق بس، بتاخد الوش الجميل ده وبطلعها زي ما انتم شايفين كده. السمك استوى وطري جدا، ما لزقش ولا ناشف ولا اي حاجة، وطعمه في منتهى الجمال. تعملي جنبه بقى الرز بالبصلة، وتعملي سلطة، تعملي اللي انت عايزاه. هنجيب الطبق الحلو بتاعنا ونطلع فيه السمك. شوفي السمكية، وهطلع جنبها شوية من البطاطس. حلو جدا جدا. نشوف مع بعض. شوفي قد ايه السمكة استوت ولحمها طري وجميلة. بصي شوفي الجمال والحلاوة، كمان البطاطس مستوية. يلا حبايبي جربوا الصينية الحلوة اللي تفتح النفس دي، ان شاء الله هتعجبكم وهتعجب اولادكم. لو عجبكم الفيديو بتاعي متنسونيش بلايك، لايكاتكم بتفرحني جدا. كمان جربوا واكتبوا لي في كومنت كده صغير ايه رأيكم.
لو لسه مشتركتوش في القناة انزلوا واشتركوا، فعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكم كل جديد. شاركوا أصحابكم الفيديو، بالهنا والشفا.